5 حاجات لو عملتها تأكد إنك هتخسر موكلك. أول حاجة وهي الوعود المبالغ فيها. يعني إيه الوعود المبالغ فيها؟ يعني إنك تقول للموكل القضية ديّة مضمونة بنسبة 100%، أنا هاجيب لك البراءة بنسبة 100%. ليه الموضوع ده ممكن يخسرك موكلك؟ لأن إحنا كمحاميين مطالبين ببذل مجهود وبذل عناية، مش مطالبين بتحقيق النتيجة. فحضرتك لما بتقول للموكل القضية مضمونة بنسبة 100% وإن البراءة ثمنها في جيبك وكل الكلام ده، حضرتك بتخلق عند الموكل نوع من الإحساس بالفرحة المزيف والمؤقت. طيب خلينا امشي مع حضرتك للاخر، وهنفترض ان انت كسبت القضيه بعد ما وعدت بكل الحاجات دي. هل ده كويس؟ برضه مش هيبقى كويس. ليه؟ وقتها الموكل مش هيحس باي انجاز ولا هيديلك اي تقدير. ليه؟ لان حضرتك قايل ان القضيه من البدايه سهله، قضيه مضمونه بنسبه 100%. فالمطلوب مننا كمحاميين ان احنا نتفق معاهم ونوعدهم ان احنا هنبذل اقصى مجهود في القضيه. ده الوعد اللي احنا نتحمله، وده الوعد اللي احنا اصلا ملتزمين بيه. فالحل ايه؟ الحل هو الواقعيه والصدق والتركيز على المجهود مش على النتيجة. فاحنا هنوعد الموكل بالجهد المبذول والتحضير الكويس للقضية والدفاع القوي عن مصالحه. ده هيبني ثقة بينك وبين الموكل. تاني خطأ هو عدم الشفافية والوضوح في الأتعاب. بمعنى إيه؟ حضرتك لازم من الأول خالص تعرف الموكل أنت أتعابك قد إيه، وهيدفعها على مرات ولا هيدفعها على دفعة واحدة. ومش معنى ان حضرتك هتحددها من البدايه ان حضرتك هتحددها من اول قعده، لا عادي، ممكن تحددها مثلا بعد ما تقرا اوراقك وتعرف اذا كنت هتقبل القضيه ولا لا، عشان تعرف الجهد المبذول وتعرف تقدر الاتعاب بشكل صحيح. التصرف ده مش بس بيحمي حقوقك، التصرف ده بيبين ان العلاقه مهنيه، ده كمان بيضمن ان العلاقه المهنيه بتبدا على اساس متين. طيب ايه علاقه ده بخساره الموكل؟ حضرتك كده بتتجنب مشاكل كتير جدا فيما بعد انت في غنى عنها. فخليك واضح وحدد اتعابك من البدايه. تالت حاجة وهي إن حضرتك بتدخل الموكل في حياتك الشخصية بشكل مبالغ فيه. الموكل بيدور على محامي محترف يحلله مشاكله ويدور له على حلول قانونية، فلما حضرتك بتدخله في حياتك الشخصية بشكل مبالغ فيه هو ساعتها بيفقد ثقته فيك. ده بيجعله يشعر بالارتباك وبيفقد ثقته في إن حضرتك هتعرف تركز في القضية. الموكل لما بيجيلك بيكون عنده مشكله، بيكون جايلك علشان هو واثق ان حضرتك اللي هتعرف تحلها، فبيكون شايفك في مكانه كبيره جدا. فالاحترافيه بتبان في انك تعرف تفصل ما بين الحياه الشخصيه والحياه العمليه. ضروري جدا الحفاظ على مسافه مهنيه تكون واضحه. رابع حاجه وهي التقليل من اهميه القضيه. الموكل اللي بيجي لك بيكون عنده مشكله وقضيه حتى لو صغيره جدا هي بتكون بالنسبه له الدنيا وما فيها. انا عارفه ان احنا واحنا بنرتب القضايا احنا بالنسبه لنا كمحامين بيكون في قضيه كبيره وقضيه صغيره. اما بالنسبه للموكل القضيه حتى لو صغيره جدا هو جاي لك كأن ما فيش في المحكمه قضيه غير القضيه بتاعته دي. فان حضرتك تتكلم معاه عن القضيه بتاعته لان هي قضيه تافهه او ان هي قضيه مش مهمه او كده، ده بيخليه يحس بعدم التقدير وان انت مش هتهتم بالقضيه. فما تقللش ابدا ولا من قضيته ولا من خوفه ولا من مشاعره. اتعامل معاه بمهنيه حتى لو القضيه صغيره. خامس حاجه وهي الكذب والاهمال. الكذب بيقتل الثقة ما بينك وما بين الموكل، والإهمال بيقتل القضية نفسها. فالكذب والإهمال مش بس بيخليك تخسر الموكل، هو بيضرب حياتك المهنية في صميم. حتى لو في حاجة مش هتعجب الموكل أثناء سير القضية لازم أقولها له. وخلينا متفقين إن التحضير الجيد للقضية هو أفضل استثمار لسمعتك في المحاماة. فتجنبوا هذه الأخطاء ال5 وشاركوني بآرائكم وتجاربكم في الكومنتات، وإن شاء الله هعمل سلسلة تانية من الموضوع ده.